أهلا بيكم. النهاردة هنزور واحد من أغرب الكافيهات الموجودة في ليتوانيا في العاصمة فيلنيوس، وهو كافيه القطط. هندخل ونشوف التجربة ونشرب قهوة في وسط القطط الموجودة في المكان. تجربة غريبة ومختلفة. يلا بينا. ده الكافيه اللي أنا جاي عشانه، كات كافيه. انت أول مرة تدخل الكافيه هنا، فدي التعليمات. في بقى سوفونيرز وحاجات زي دي كلها عن القطط. نغسل ايدينا قبل ما ندخل، فاحنا شايفين كده صور كلها عن القطط. بس بقى تلاقي قطة كده ماشية، نايمين بقى زي ما احنا شايفين كده. ده المنيو عندهم كوفي واكل دي القطط الموجودة في المكان عندهم. طبعا هنشرب حاجة كده على خفيف، لأن التجربة هنا ممتعة جدا. إن أنت تبقى قاعد في كافيه، القطط حواليك قاعدين في كل مكان، ممكن تلاقي قطة جت قعدت جنبك شوية. فالتجربة دي أنا أول مرة أعملها، فهي حلوة جدا الصراحة. يعني دي الوحيدة اللي صاحية في المكان وبتلعب. هما بقى من حقهم يعملوا أي حاجة. من حقك هنا تطبطب على القطط كده بالراحة، بس ما تشيلش حد فيهم. تجربة من الآخر الصراحة يعني. القطة الوحيدة اللي في المكان اللي عندها انرجي، هي اللي بتتحرك، الباقي كلهم نايمين. طلبنا كابتشينو وسموزي. شايفين الرسمة اللي على الكابتشينو؟ رجل قطة. الصراحة المكان هنا جامد جدا. الناس اللي بتحب القطط زيي لو جت هنا هتستمتع، مش هتبقى عايزة تطلع من المكان. هنا الأجواء وصور القطط والكلام ده كله والديزاين بيخليك إن أنت عايز تبيت هنا في وسطهم. القطط دي حاجة جميلة جدا، بس هما معظمهم نايمين بقى، لأن القطط عموما بتحب النوم. وانت داخل بتلبس دي في رجلك عشان المكان يبقى نضيف، عشان القطط هنا عايشة حياتها. في قطة منزعجة، فالويتر اللي في المكان سابت كل حاجة في ايديها واخدتها جوه تطبطب عليها. اللي انت ما تعرفوش بقى عن القطط، بتسحب اي طاقة سلبية من المكان. فلما تيجي تقعد في مكان فيه قطط زي دي، تطلع من هنا رايق ومودك حلو. اي حد بيربي قطط عارف المعلومة دي. دفعنا 9 يورو و40 سنت. ده الحمام. الفكرة بتاعت الكافيه الصراحة جامدة جدا.